ألف مبروك للنادي الأهلي بطولة نص الدنيا، إفريقيا وآسيا والأوقيانوسيا. هي كده، يعني اسم كبير، يعني مش قارة واحدة، ده يعني قارتين ونص. فبالتالي هي بطولة مهمة جدا جدا، جاية في توقيت مهم جدا، وبالتالي يعني الفرحة كبيرة من حق جماهير النادي الأهلي إن هي تفرح، من حق كل الجماهير المصرية إن هي تشارك النادي الأهلي أفراحه. إنجاز كبير، فوز كبير. استاد القاهرة وفي قلب أم الدنيا كان منور وملعلع بانتصار سيسجل في التاريخ. النهارده النادي الأهلي بيحط اسمه بأحرف بالنور في واحدة من البطولات الجديدة، بطولة انتر كونتيننتال، اللي هي يعني النهائي بتاعها سيقام 18 ديسمبر. النادي الأهلي النهارده كسب 3-0، تفوق كولر على كريسبو الأرجنتيني. لعبة النادي الأهلي أفضل بكتير من فريق النادي العين. الاستاد كان مليان عن اخره، روح رياضيه، اداء يعني رجولي من الفرقتين، لكن كان التفوق للنادي الاهلي، لعيبه وجهاز فني. الاهلي النهارده بينتظر الفايز من بطل امريكا الجنوبيه مع باتشوكا المكسيكي، والماتش ده هيتلعب يوم 11 14. هيلعب النادي الاهلي مع الفائز من الفرقتين دول، ان شاء الله يكسب، وهيروح للمباراه النهائيه باذن الله ريال مدريد. هتبقى 18 ديسمبر. فرق بين 14 و 18 مسافه قريبه جدا جدا، مضغوطه المباراه. هيبقى فرق ان شاء الله اما الاهلي يكسب يا دوبك 4 ايام بعد ماتش كبير يروح لريال مدريد. مش عارف يعني الضغطه دي، تفتكروا الحاج عامر حسين ليه دخل بيها؟ يعني هو كده ممكن لو دورنا ممكن هنلاقي يعني ان فيها حاجه يعني تستحق انه يبقى فيه وقفه يعني. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه يعني ريال مدريد زي ما بقول قاعد رجل على رجل وجاي له كل الدنيا تروح له، لكن ان شاء الله يكون النادي الاهلي طرف في المباراه النهائيه. الاهلي كسب بطوله نص الدنيا، مكسب مالي. ان شاء الله بيسموا الماتش اللي بين الاهلي وبين الفايز في الفرقتين اللي قلت لكم عليهم ده بطوله التحدي. يعني هم مقسمين الاتحاد الدولي اللي بينظم البطوله لاول مره، بطوله انتر كونتيننتال، مقسمها بالقاب يعني. يعني دي الاهلي كسبها، دي بطوله الافرو اسيويه ونص الدنيا والاوقيانوسيا، هي زيطه كبيره يعني. ان شاء الله الماتش اللي جاي هيبقى بطوله التحدي، الاهلي يعدي منه يوصل لريال مدريد، والاهلي احق من كل الفرق اللي انا بقول اسمائها دي انه يلعب هذه البطوله المره الاولى على اللقب امام ريال مدريد، ويحلى الحلال بعد كده. لكن هي فرحه كبيره، يعني انتصار مهم جدا جدا، تفوق كبير لبطل افريقيا على بطل اسيا. وده بيدي مؤشر دايما انه النادي الاهلي موجود في كل الاحداث وفي كل المناسبات الكبيره. وزي ما بقول اذا كان بيكتب اسمه لاول مره بفوز في بطوله جديده بنظام الاتحاد الدولي، فدي حاجه بتحسب للنادي الاهلي. واعتقد ان هي هتكون نقطه انطلاق ليه ان هو يوصل للمباراه النهائيه. كلمه مبروك مش كفايه، لان العرض كان جميل والاداء كان جميل والمستوى كان عالي والتفوق كان كبير وملموس. فألف ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي وكل محبي كرة القدم في مصر. وإلى اللقاء إن شاء الله. يعني ممكن جدا جدا يكون النادي الأهلي إن شاء الله طرف في المباراة النهائية، وتبقى بطولة انتر كونتيننتال فعلا جديد في جديد بوجود النادي الأهلي في المباراة النهائية. وشكرا لحضراتكم.